بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هكذا أختكم الفقيرة أنس أرادت أن تبتدئ معكم في هذه المشاركة حتى تشاركوننا ما أفاضه الله علينا ببركة ومدد سيدي الشيخ قدس الله سره في هذه الليلة المباركة من الأسبوع الدولي للتصوف. يشرفني أخواتي أن أتقاسم معكم هذا الأمر. اليوم نسرد لكم بعجالة أمرا غير موازين علمية وأجزم الطب عليها بالعجز واعتبرها أمرا صنف مستحيلا. فكما تعلمون تفضل علي شيخي قدس الله سره بإذن الرقية والحجامة، وهما أمران لهما علو ورقي وترقي ومعارف ينهل منها من هو في نفس الميدان من فيوضات شيخنا الرحمانية. وقد علمنا شيخنا قدس الله سره في هذا الباب الذي فتحه ببركته وإذنه علوما لم ترها عيني ولم تسمعها أذني من قبل. وأكد شيخنا قدس الله سره في هذا الباب أن نوازي مع الطب النبوي ما يقدمه الطبيب للحالة المرضية التي نعالجها، ولا نتجاوزه ولا نقصي دواءه. فكان العلاج يكون متوازي مع ما يطرحه الطبيب من علاج، باعتبار أنه سبحان الله يخدم اسم الشافي. فكل ما علمنا إياه سيدي الشيخ قدس الله سره من علوم متقنة مدنا بها وعلمنا إياها لا تتعارض والتقنيات الحديثة للطب، بل تطور فيه حتى يتخذ الطبيب الأمر ويجزم على شفاء المريض. وعرضت علي حالة تعد الأصعب طبيا من الحالات التي عرضت فيما قبل. هذه الحالة تعتبر اسمها في الطب الحديث نيكروسبيرميك توتال، يعني حالة عقم كلي للحيوانات المنوية لدى الرجل. هذه الحالة نجد هناك العديد من حالات العقم وتصنف إلى صنفين. صنف أولي نيكروسبيرميك توتال ونيكروسبيرميك بارسيل، ستادير العقم الكلي والعقم الجزئي. العقم الجزئي فيه طريقة للمداواة، يمكن أن يجتهد معها الطب الحديث ويأتي بعلاج، لكن العقم الكلي يجزم أنه لا علاج فيه، باعتباره أن كل الحيوانات المنوية التي تخرج هي ميتة، معدومة، لا حركة ولا التواء، ميتة تماما، وهو عقم بأتم معنى الكلمة. بدأت مع هذه الحالة المرضية بتطبيق الورد واستفتاح العلاج، طبعا برقية سيدي الشيخ قدس الله سره. كانت هي في أول الأمر بداية هذا العلاج، الأمر الذي فتح لهذين الزوجين باب الشفاء ودلهما على متابعة المرض والعلاج بصفة جدية واكتشاف نوعية العقم، لأنهم إلى حد الوصول إليه كان لا يعلمان أن ما بهما، يعتقدان كل منهما الزوج أو الزوجة أن الحالة التي يعيشها الزوج هي حالة صحية جيدة والامرأة حالة صحية جيدة، لكن تعذر عليهما الأنجاب. ولكن بعد القيام برقية سيدي الشيخ قدس الله سره تبين أن لديهما حالات حالة عقم بالنسبة للرجل كما ذكرتها تام، وبالنسبة للمرأة هي وجود حليب بالثدي، وهذا مانع من موانع الإنجاب. فبدأت
يعني كان هذا الأمر لا يمكن يعني تطبيقه أو لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق اكتشاف، يعني كشف عن طريق طبيب يكون يعني نزيه ويمدنا بمعلومات يعني صحيحة. فاتجهت طبعا إلى دكتور خاص في أمراض النساء والتوليد، وهو الدكتور أنور الجادوي، مريد لسيدي الشيخ قدس الله سره، وأخذ البيعة عنه، وهو مريد سالك عند سيدي الشيخ قدس الله سره، وزوجته الدكتورة آسيا طبعا الجادية التي أعود إليها في أمور مثل هذه، يعني حتى نتأكد من أحقية الأمراض التي سبحان الله يعني سيدي الشيخ يمدنا بها بنور الله، والطب يجزمها بالتحاليل وما غير ذلك. فكان لابد من يعني رؤية هذا الأمر و يعني التأكد منه في عالم الحس، يعني تلك التحاليل وتلك الإجراءات التي يقوم بها المريض في هذا الأمر. عندما عرضت عليه الأمر صدقوني صعق، يعني عندما نظر إلى التحليل أجزم لي، ونظر إلى المريض يعني لم يرد أن يعطيه حتى أمل. يعني عندما نظر إليه نظر وكأنه يعني كان في باطني خوف إن لم يعني تقوم يعني تنجح هذه العملية وتحمل الزوجة. فكان يجزم في بداية الأمر، يقول له يا أخي أنا لا أضمن لك شيئا، يعني حتى العمليات التي يقومون بها بطفل الأنبوب تكون خارج الوطن، ويعني في روسيا وفي مستشفيات ومخابر كبيرة جدا. يعني على الأقل هذا المريض يمكن أن ينفق من المال تفوق الأموال 400,000 مثلا 400,000 أورو أو هكذا، يعني في هذه المخابر الكبيرة. وهذا إذا كان يعني يصل إلى نتيجة، لكن أجزم له أنه النتيجة لا نعلمها، لكن قدرة الله هي تفوق كل النتائج وهي تغير كل شيء. طبعا بدأنا له الورد، وبدأ في جلسات حجامة، وعاد بعد شهر. كان خلال هذا الشهر الدكتور أنور يبحث يعني كيف لمنوي أن يحيا، هو ميت كيف أن يحيا، يعني الماء الذي يسبح فيه الماء المنوي مسموم، كيف له أن يحيا. فبعد أن قمنا بأول تحليل تبين أن هذا الحيوانات المنوية سبحان الله بدأت الحياة فيهم تبث بنور الله. فبدأ في ذلك الأمر اتخذ قرار باتباع 3 محاور رئيسية. المحور الأول يتعلق ببرنامج مقسم في الحجامة، والمحور الثاني يتعلق بطريقة يعني غذائية، حمية غذائية. كان سيدي الشيخ في ذلك الوقت قد تعرض إليها وذكرها بأنها يعني تقصي السموم من الأجساد، تغير طبيعة الجسد وتطهره وتنظفه من السموم. وطبعا في ذلك الشهر كان يقول أنه يعني عندما يذكر يتفكر في طبيعة الدواء في الطب الحديث تتوازن مع الطب النبوي. يعني كنا نقوم له مثلا بإحضار عسل معين يعني يتطابق مع هذا المرض حتى يغير منه، حتى تصبح حية هذه الحيوانات الميتة. وفي نفس الوقت كان في الطب الحديث يرتكز على نفس الأمر، بما أنه يعني يشاهد ويرى بنور الله. فكان اختار علاج من الطب الحديث، نفس العلاج الذي ذكره سيدي الشيخ في تلك الدروس، وأعطاه لهذا المريض. وبدأنا له في هذه الجلسات التي دامت 3 أشهر كبداية. بعد 3 أشهر تبين بعد التحليل أن هذا المريض ارتفعت الحيوانات المنوية إلى ما بين 30 و40% حيا، لكن
لا تتحرك، يعني حياة ولكنها لا تتحرك. الحركة في العقم يعني هناك العديد لا تصبو الخصوبة لديهم نتيجة، ليس نتيجة أن الحيوانات المنوية مثلا قليلة، أو نتيجة أن هذا الحيوان المنوي مشوه أو لا يتحرك جيد أو يكون فيه اعوجاج في الحركة. فسبحان الله زاد يعني في طريقة العلاج طبعا، ويشتغل على 3 محاور بتغيير إضافي جديد. كل مرة نغير في ذلك في تلك التقنية التي مدنا بها سيدي الشيخ سبحان الله في مجال الحجامة والرقية طبعا، وفي مجال التطبب لديه، جزاه الله عنا كل خير سيدي الشيخ. فسبحان الله بعد 6 أشهر بلغت قيمة يعني الحيوانات المنوية عند هذا الزوج إلى 75% حية، وبدأت الاستقامة سبحان الله، وهو يعني مداوم على الورد ويشتغل على الورد، ولديه يقين بأن سيدي الشيخ سيشفيه، ولديه يقين بطريقتنا وبطريقة العلاج المثلى والتقنية التي يعني أعطاها لنا سيدي الشيخ قدس الله سره في العلاج، فكان على يقين أنه سيشفى سبحان الله. والزوجة كانت في تلك الفترة مرة تقوم بالورد مرة لا تقوم، فكانت تلك الفترة التي لا تقوم فيها بالورد يعني تعرضت إلى ارتفاع في البرولاكتين الحليب في الثدي. فبعد ذلك سيدي أنور طلب منها يعني هكذا، قال لها اسمعي لو لم تقومي بالورد لا تأتيني مجددا. سيدي أنور فكان حاسم في هذا الموضوع حتى أني والله كنت أستحي. والحمد لله كان هذا جيد لديهم، وواصلوا العلاج وتمسكوا بالعلاج، وكانوا في كل مرة يقومون بالتحاليل تحاليل إلى أن أصبح ذلك الماء الحيوي 100% حي ليس فيه شوائب. سيدي أنور في هذه الفترة التي كانت الشهر ذلك الشهر قام بدراسة حول الحجامة وما تقوم به الحجامة، فاتضح له أن الحجامة يعني تخرج السموم من داخل الجسد وتصفيه وتطهره. فكان العمل على ذلك يعني اتضح أن هذه وهو هذه معجزة في يعني الطب، لأن الطب يقسي هذه الحالات لا ينظر إليها البتة، يعني يقسيها تماما. تبين أن ذلك الماء عندما طبقا لدروس سيدي قدس الله سره وما يعني دلنا إليه سيدي وبمدده، أن كل ما يتغذاه الإنسان هي يعني يمكن أن يحدث سموم في الجسم، وهذه السموم لا تتطهر إلا بالذكر وبنور الله وبالحجامة طبعا، بذلك التقنية الطبية النبوية الشريفة التي أذن لنا فيها من خلال سيدي الشيخ قدس الله سره. فاشتغل على هذا الأمر إلى أن وصلنا إلى 100%، ووصلنا إلى يعني ماء منوي حي 100% ومستقيم. والاستقامة في الماء المنوي هي التي تؤدي إلى الخصوبة، يعني سبحان الله حتى الاستقامة منذ خلق الخلق، يعني قبل أن نخلق تكون مستقيمة حتى يخلق الإنسان. سبحان الله في خلق ربي قد ايه معناها كامل وقد ايه مستقيم وقد ايه علاش ربي سبحانه سوينا في أحسن تقويم. سبحان الله بعد شهرين يعني العلاج دام تقريبا 7 أشهر ونصف إلى 8 أشهر، النهاية الحمد لله والشكر لله حاملة الزوجة. حاملة الزوجة وهي الآن في شهرها الخامس ولله الحمد. ولله الحمد لأن هذا يعتبر تغيير يعني معجزة في الطب. أنا هذا ما فرحت له، لأن تقنية سيدي الشيخ وطريقته في العلاج غيرت وجددت الطب في هذا العصر، ولله الحمد. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون.